طبعا كلنا شفنا منتخب مصر وهو بيلعب اثيوبيا تحت قيادة حسام حسن. شفنا الشكل عامل ازاي والطريقة بتاعة اللعب. بس دايما بيبقى فيه تعليقات على لعب المنتخب والطريقة اللي بيلعب بيها المنتخب، مع اننا محققين تقريبا العلامة الكاملة من التصفيات او الارقام بتاعت التصفيات الفوز وكده، وما تعادلناش غير ماتش واحد خارج ارضنا. الفكرة كلها إن إحنا لما كنا بنقابل الفرق دي زمان، أيام ما كان بيبقى عندنا فرق جامدة ولعيبة قوية، إحنا كنا دايما بنقول المهم إن إحنا نكسب، مش مهم إن إحنا نعمل أي حاجة غير المكسب. أصبحت في نغمة دلوقتي بتقول إن اللعب لازم يبقى حلو، وأنا طبعا معاكم إن اللعب لازم يبقى حلو وجميل وكل شيء. بس نسأل نفسنا شوية أسئلة كده، المفروض كابتن حسام حسن يعمل فيها إيه؟ كلنا بلا استثناء لو قعدت تسأل 100 واحد في الشارع، وقفتهم في الشارع ووقفتهم وقلت لهم اللعيبه دلوقتي احسن ولا اللعيبه مثلا بتاعت جيل محمد ابو تريكه ومحمد بركات والجيل الذهبي بتاع مصر من 2006 ل 2010، مفيش حد الا لما هينطق ويقول لك الجيل طبعا بتاع ابو تريكه والجيل بتاع 2006 2010. هاجي بقى معاكم لنقطة تانية، النقطة التانية دي بتقول إن اللعيبة دي لما كانت في الجيل ده كانوا جامدين جدا، بس ده برضه هنقول إن دايما كان في لعيبة بتتظلم وما بتنضمش أصلا للمنتخب مع حسن شحاتة، مع إنهم لعيبة كبار جدا، يعني لعيبة كبار جدا وفرق قوية لو لعبت في الدوري السنة دي ممكن تبقى منافس قوي جدا وتاخده، زي مثلا كان أيامها بتروجيت، كان فيها وليد سليمان واحمد شعبان ومحمد شعبان، وخط الدفاع بتاعها كان قوي، والباك شمال بس مش فاكر اسمه ايه، كانت فرقة قوية جدا. انبي كان فيها فرقة جامدة جدا، حرس الحدود ايام احمد عيد عبد الملك واحمد مكي وعبد السلام نجاح، كانت فرقة. لو قارنت اللعيبة دي ايام زمان باللعيبة بتاعت ايام دلوقتي هتقول طبعا اللعيبة بتاعت ايام زمان دي حتى لما بينضموش من المنتخب برضو افضل من اللعيبة بتاعت دلوقتي. تمام، متفقين كده على المبدأ كلنا. حلو جدا. طيب كابتن حسام حسن دلوقتي المفروض معاه بناء على اللي احنا بنقوله ده، معاه لعيبه اقل، معاه لعيبه اقل باستثناء طبعا الجزء القداماني اللي هو فيه صلاح ومرموش والمفروض مصطفى محمد اللي هم المفروض ان هم محترفين. انما هنتكلم على نص الملعب، هنتكلم على الدفاع، وبالذات الدفاع طبعا اقل بكتير جدا من اللي فات. ومع ذلك مع الجيل اللي كنا بنقول ان هو احسن وبيلعب كوره حلوه وبيلعب كوره هجوميه، ما كناش بنعرف نكسب الناس دي حتى لو الماتش صعب. يعني دلوقتي بنقول التصفيات اسهل، فدلوقتي المفروض احنا بنكسبهم اهو، بنكسبهم والاداء مش عاجب الناس. و وزمان كنا بنلعب اداء كويس وشكلنا حلو في الملعب وبنخرج مثلا متعادلين او خسرانين، بالذات لما بنلعب خارج ارضنا. يعني لما كنا بنرجع متعادلين ده كان بالنسبه لنا ان هو مكسب كبير. فاحنا لازم نسال نفسنا سؤال كويس جدا لكابتن حسام حسن، ايه هو الهدف من ان انت تطلع من التصفيات وشكلك وحش، وان احنا هنقول ان احنا نطلع بفضيحه هناك. انا مش بدافع عن كابتن حسام حسن، بس انا بدافع عن فكره ان احنا كجمهور احنا عايزين ايه. احنا عايزين ايه؟ عايزين كرة جميلة طبعا وعايزين نكسب حلو. طب لو مفيش كرة جميلة، هنفترض ان احنا بنقول ان المنتخب بتاعنا ما بيلعبش كرة حلوة وبيلعب كرة مش كويسة والشكل مش واضح والدنيا دي مش تمام، طلعنا بالمكسب، صح؟ اه. وده حاجة كبيرة جدا في تصفيات كأس العالم، هنوصل بيها ان احنا نوصل لكأس العالم للمرة الرابعة. اي نعم التصفيات ما بقتش صعبة زي الاول، بس برضو الفرق دي كنا بنقع قدامها. نيجي بقى للشق التاني، الشق الفني. فاحنا كده خدنا الشق الاولاني اللي هو بنبرأ فيه الكابتن حسام حسن ان هو على الاقل واخد تقريبا العلامة الكاملة من التصفيات، ومتعادلين ماتش واحد خارج ارضنا، وفارقين قبل 3 جولات من النهاية ب5 نقط عن اقرب منافس لينا. فدي حاجة لو تعلمون عظيما، يعني احنا كنا في الجيل بتاعنا احنا كنا يعني بنتنشأ بس على فوز خارج خارج الارض. يعني كان الموضوع بيبقى صعب جدا يوم ما كنا بنلعب الجزائر ولا المغرب مثلا في تصفيات كاس العالم ولا السنغال.
كان بيبقى ماتش حياة او موت، كانت الناس بيجي لها جلطات بره واحنا قاعدين بنتفرج. فدلوقتي اقرب منافس ليك هو بوركينا فاسو، انت رايح تقابله في ارضه وانت فارق عنه 5 نقط كامله. والمحك الحقيقي لكابتن حسام حسن بقى في الاداء والنتائج والكلام ده كله هو هيكون بطوله افريقيا، لان اظن ان احنا وصلنا لكاس العالم بالشكل ده، بطريقه الفوز دي، بان احنا ان شاء الله واصلين كاس العالم. نيجي بقى للشق الفني بتاع كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن هتسأل نفسك سؤال، هو بيلعب ب4-1-4-1. هتيجي تسأل نفسك سؤال، هتقول أنا دلوقتي مش قادر إن أنا أهاجم كويس المساحات بتاعتي، ومش قادر أعمل تيكي تاكا وألعب كرة على الأرض وأوصل، وإزاي أنا بلاعب فرقة زي أثيوبيا مش عارف أخترق دفاعها جامد، وإزاي كسبت بالبلنتيين والكلام ده كله. تيجي تسأل نفسك سؤال، لو أنت مكان كابتن حسام حسن هتلعب بمين؟ هتلاقي نفسك ان 90% من القوام اللي هو كان بيلعب بيه في الملعب بناء على اختياراته هو ده افضل شيء. لان مش من الطبيعي مثلا ان انا وانا بلاعب اثيوبيا ان انا احط 2 ديفندر، يعني ما ينفعش مثلا يبقى 2 ديفندر في نص الملعب وقدامهم مثلا زيزو او تريزيجيه او ايا كان، فانا هلعب بثمانيتين هجوميتين اللي هو زيزو وتريزيجيه، وهخلي محمد صلاح ومرموش اكنهم وينجين، بس هم دايما بيضموا لنص الملعب، والباكين فاتحين الطرفين. طب يعني انت لو بتلاعب فرقه ضعيفه قول لي انت من مخيلتك هتعمل ايه غير كده؟ هل هو هينزل يلعب مكانهم؟ لا. بس هل الخطه نفسها صح؟ من وجهه نظري هي الخطه صح. انت هتلعب في قدام فريق متكتل، فانت فاتح الباكين فاتحين الملعب عشان لو طلعت عليهم بالملعب يبقى في عرضيات. عندك في العرضيات اسامه فيصل، عندك مرموش. محمد صلاح ما بيخشش قوي في العرضيات في الكرة بالهيد، هيكمل من وراه تريزيجيه، برضو زيزو ملوش قوي في الهيد، فهيبقى عندك فرصه كويسه سواء من اليمين او من الشمال لو في رفعات ممكن تعملها عليه. زائد ان انت من نص الملعب ضاغط بثمانيتين اللي هم زيزو وتريزيجيه، وكمان فاتحين معاهم مثلثات قريبه منهم مرموش ومحمد صلاح، وفي النص اسامه فيصل. وتعليق هو كان اسامه فيصل، يعني ان هو يعني لو مصطفى محمد كان هيبقى افضل شويه بحكم ان هو اقوى يعني وهيدر اجمد. وفي الربط اللعب طبعا بيلعب في اوروبا في جو افضل، فكان هيبقى الدنيا يعني احسن بالنسبه لنا من اسامه فيصل. بس لو ما كان كابتن حسام حسن مش هتلاقي نفسك بتلعب يعني الا بالطريقه دي، لان انت ما عندكش مثلا ميسي في نص الملعب هيفضل بقى يعدي من الكلام ده الدفاع المتكتل عشان يعمل لك باصه في ظهر الدفاع والكلام ده كله. احنا ما عندناش الشغل ده، احنا عندنا لعيبه مباشره، لعيبه بتعرف تشوط من بره، لعيبه بتعرف تتحرك بسرعه، يعمل لك الوان ويروح يستلم طوف في فتح مساحه والكلام ده كله. هي دي القماشه اللي عندنا في المنتخب، ودول افضل لعيبه. الوحيد اللي ممكن يعمل لك الكلام ده ويخترق والكلام ده كله هو ممكن امام عاشور، وامام عاشور مصاب طبعا ومش موجود معانا في المنتخب، وان شاء الله يكون موجود معانا في كمنتخب مصر يعني في المعسكر الجاي. فهتلاقي ان دي كانت افضل طريقه يلعب بيها كابتن حسام حسن. التقصير بقى نفسه كان من اللعيبه، تحس ان اللعيبه مكسله، حاسين ان هم نازلين هينزلوا كده كده كسبانين الماتش، مش فارق معاهم. محمد صلاح مهما حصل هو بيلعب بطريقه بره في ليفربول وجنبيه لعيبه مختلفه تماما عن اللي بيبقى جنبه في المنتخب، فطبيعي يبقى اداؤه مختلف تماما. هو بيلعب في مصر هنا ان هو بيستلم الكوره دايما وبيحط لك الباصات اللي دايما في ظهر الدفاع في الزاويه العكسيه عشان تقدر تخش وتنطلق كباك شمال او كوينج مثلا زي مرموش الناحيه الثانيه او تريزيجيه لما بيكمل من وراهم. وان انت يا اما تقدر انت تلعبها كره مباشره على طول في الجون، او ان انت تعملها باك باص واي حد جاي من ورا يقدر يكمل، وهو لو فتحت له زاويه ولا اي حاجه ممكن يشوط، ممكن، او ان هو ممكن يطلع على الباك اليمين اللي هو محمد هاني اللي للاسف مستواه في النازل تماما. فاحنا كمنتخب مصر ما عندناش افضل من القماشه دي. المشكله في كسل اللعيبه. كابتن حسام حسن عامل خطه تتناسب مع اثيوبيا، ما ينفعش طبعا يلعب بيها قدام اي فرقه تانية، لازم لما نيجي نلعب قدام اي فرقه تانية قويه
لازم يكون في 2 ديفندر في نص الملعب، ما يكونش في التمانيتين طايرين زي زيزو وتريزيجيه، لازم يكون فيهم واحد بطابع دفاعي وهجومي، يعني يقدر يعمل كده ويقدر يعمل كده عشان الملعب يبقى فيه توازن وما يبقاش فيه هجمات مرتده قويه علينا، لان لو فريق قوي بيقدر يلعب علينا هجمات مرتده منظمه ويقدر يطلع بالكوره، هيبقى هيتعبنا جدا لو احنا بنلعب بديفندر واحد في نص الملعب، وخصوصا ان محمد عبد المنعم غايب ورا، فالدفاع عندنا يعني مش سريع، فما يقدرش ان هو يغطي المساحات بتاعت الملعب كله، خصوصا ان الباكين بيبقوا طايرين، فالارتداد بتاعهم مهما حصل مش هيبقوا طيارات، يعني مش هيرجعوا بسرعه السرعه المطلوبه يعني، فالهجمات هتبقى علينا بشكل قوي. فيا جماعه احنا الغلط بتاع كابتن حسام ممكن يكون في مصطفى محمد، يعني هو ده التغييره اللي كانت المفروض تبقى مطلوبه. في نص الملعب ان شاء الله لما امام عاشور يرجع يبقى هو رقم 10 اللي هيلعب تحت المهاجمين، ويلعب بقى جنب تحتيه لازم واحد 2 ديفندر بطابع هجومي دفاعي، ويكون عندهم قوه وشراسه ان هم يقدروا يستعيدوا لك الكوره تاني وتطير الباكين، مع تحفظي الكبير جدا على محمد هاني، بس للاسف ما فيش في الدوري يعني حد عنده خبرات دوليه اكتر منه. ممكن اللاعب بتاع مودرن سبورت اللي ما انضمش ولا للمنتخب التاني ولا للمنتخب كابتن حسام حسن، مش متذكر اسمه دلوقتي، بس يعني هو ده اللي ممكن كان شويه ممكن ينضم، بس برضه سنه كبير فانت مش تقدر تعتمد عليه على طول، لان انت المفروض تعمل منتخب لقدام. فبالراحه شويه، نهدى، نعرف قبل ما ننتقد المدربين احنا كمتفرجين احنا بنطلب ايه، كنا بنطلب ايه زمان، نفتكر نفسنا كده بنطلب ايه دلوقتي. بنطلب لعب حلو وبنكسب، زمان كنا ما بنكسبش ونقول الله المنتخب بتاعنا كان جميل وفرحانين قوي بالجيل بتاعنا بتاع 2006 2008 و2010 وما عرفناش نوصل لكاس العالم في الاخر. كلنا فاكرين طبعا ماتش الجزائر. هل لو رجع بيك الزمن في ماتش الجزائر ده هتقول يا ريتنا كنا بنلعب كويس وان احنا يعني يفرق معاك اللعب كويس ولا كنا كسبنا؟ لا طبعا كنا كسبنا ووصلنا وبعد كده نتصرف، حاول بقى نلعب لعب كويس والكلام ده كله. فبالراحه يا جماعه، نبقى هاديين في توقعاتنا دايما من الناس، اللعيبه مش كل حاجه دايما المدرب احيانا بيعمل اللي عليه، الفكره كلها بتبقى ان اللعيبه تبقى نازله ضامنه الماتش زياده عن اللزوم، بالذات في المنتخبات لما بنلعب منتخبات مش قويه قوي. فلازم يبقى في ضغط جامد من الجماهير اللي بتبقى في الملعب على اللعيبه نفسهم، وشدوا حيلكم يا رجاله والكلام ده كله، لازم زي ما الجماهير سواء اهلي او زمالك بيكونوا في الملعب بيشدوا على اللعيبه جامد، والعب بقى يا عم وخلي عندك دم والكلام ده كله، لازم ده يحصل في الماتشات الكبيره طالما شفت اللعيبه بتتدلع، لازم ويخلي عنده روح كده وعشان البلد بقى ولازم نكسب والكلام ده كله، فيلعب بقى لعبه الصح اللي احنا المفروض متعودين عليه. بس كده حبايبي، معاكم ايهاب ابو الهنا.